بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل مدينة مهرجان، وفي كل قرية مهرجان. المهرجانات كثيرة ومتنوعة ومختلفة. مهرجان الراي، مهرجان ما نعرف المرأة، مهرجان الحمير، مهرجان حب الملوك، مهرجان الديوكة، مهرجانات. الأسماء كثيرة يأتي فيها المغنون والمغنيات والفنانون والفنانات والراقصون والراقصات، يرقصون على جراح الأمة في زمن تسيل فيها الدماء الإسلامية في مصر وسوريا، ويضربون بالأسلحة الكيماوية، ولا تجد شعورا يتدفق من قلوب الناس يعبرون عن الانتماء للأمة. ما خليني بهش حرام هذه المظاهر نتاع الفرح واحنا مسلمين ودماء المسلمين تسيل. حرام. إذا كنت تنتمي إلى الأمة فانتماؤك للأمة يعبر عنه حزنك لحزنهم وفرحك بفرحهم. هم فرحانين، هم يقتلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. صلاح الدين الأيوبي امتنع أن تظهر أسنانه ولم يريد أن يبتسم، ومنع بقرار منه جميع مظاهر الفرح، فقال: كيف أفرح أو أضحك أو تظهر أسناني والمسجد الأقصى تحت حكم أدناس وأرجاس الصليبيين. احنا خلينا هالشي ما راح نهضر عليه. في تطوان دار واحد المهرجان وغنات فيه واحد المغنية مصرية وحضرونها المغاربة. كي اسمها المغنية؟ كي اسمها المغنية بس كي اسمها شيرين عبد الوهاب. يقول كنت تتبعوا ولا ما لقوش تبع؟ شيرين عبد الوهاب مصرية تغني للمغاربة، دخلوا مزيان يغنوا ياك. والشعب المغربي في كل مرة يظهر أنه متدين بفطرته، حتى ولو حاول كثير من المنحرفين أن يغيروا فطرته أو يحرفوا تدينه. من اللي جات تغني اش قالت لهم؟ يحيى الشعب المغربي زين ويحيى السيسي. تغني وتدي فلوسنا وتطلب الحياة والاستمرار للمستبد القاتل السفاك عليه لعنة الله الذي أحرق الناس في رابعة العدوية. هالشعار تاع رابعة العدوية، هالشعار حرقهم. فماذا فعل الجمهور المغربي الكريم؟ واسمه ده الله يجازيه بخير، واخا مش اسمه ده هل رضي بهذا؟ لم يرضى بهذا، فقام يحتج عليها. قال: هذا منكر، كيف تأتين إلى المغرب لكي تأخذي ماله وتغنين وترقصين على جراح وقتلى ودماء وحرق المصريين، ثم تقولين بملء فيك يحيى السيسي؟ رديتينا احنا والعياذ. واخا بغينا الغنى، واخا احنا الله يحفظ ويستر ما رحناش مزيانين، واخا رحنا نحسوا باللي رحنا نعصيو ربنا، لكن لا يصل ذلك الى ان نقر القتال على سفكه للدماء. لا يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. بغيتي تقول يحيى السيسي ونوقفوا معك نصفقوا ونخرجوا من هنا كاع ملعونين. من اعان الظالم عياذا بالله على ظلمه، ربي قال: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. فقط تركنوا بقلوبكم. فكيف تقول يحيى السيسي القاتل السفاك؟ فاضطروها تحت ضغط الاحتجاج. اضطروها لماذا؟ واسمه اضطروها لما ان توقف زيد حفلتها وتخرج وتمشي تهرب. قالت لهم غني واللي بغيتو، ما بغيتوش السيسي
انا جيت نغني ونقول لكم يحيى السيسي. ما بغيتوش السيسي القتال، انا ما نغنيش للشعب اللي ما بغيش السيسي. خرجت غير مأسوف عليها. كاين زوج كلمات، هؤلاء هو النوع تاع الفنانين اللي راهم يجيو يغنيو لنا. شكون هما؟ الذين يدعمون ويدعمون الاستبداد والقتل، فهم قتلة. قتلة. من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة لقي الله وعلى جبهته مكتوب آيس من رحمة الله، وراضي بالقتال، ومن رضي بمنكر كمن شارك فيه. شارك فيه. بغيتي المغاربة يشاركوك ويصفقوا معك ويقول لك يحيى القتال ياك، يخرجوا من تما ملعونين ياك. هؤلاء هم الفنانون اللي كنعطيهم الفلوس ونجيبوهم ونكرموهم. ثانيا الشعب المغربي أقول له شوف الله يجازيك بخير، لقد أثبتت في محطات مختلفة أن جميع مخططات تغريبك لم تفلح، فبقيت فطرتك نقية. فحياك الله أيها الشعب المغربي، جزاك الله يا أيها الشباب، جزاكم الله خيرا. لقد أثبتتم أنكم تكرهون القتل والاستبداد والظلم، جزاكم الله خيرا، نحييكم على ذلك. وصلى الله على حبيبنا محمد.